حمام الصالحين، الحمام الذي لا يزال قيد التشغيل منذ أكثر من 2000 سنة. يقولون أن مياهه تشفي 37 مرضا معظمها جلدية. إنه حمام الصالحين الذي بناه الرومان منذ 2000 عام شرق الجزائر، والذي يقصده الملايين من السياح من جميع أنحاء العالم للاستجمام والعلاج إلى جانب المتعة والراحة النفسية. يتواجد حمام الصالحين بولاية خنشلة، هذه المدينة التي تشتهر بتراثها الشاوي الغني والعريق وتضاريسها الوعرة ومناظرها الطبيعية المذهلة ومعالم الجذب السياحي المتنوعة ما بين القصور والمواقع التاريخية والآثار الرومانية، بين غابات الصنوبر الخضراء والأرز والبلوط الخضراء في جبال الأوراس. يفسح مناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل المجال لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة الفريدة، من بينها يمكنك العثور على جوهرة نادرة، حمام روماني قديم موجود منذ 2000 عام والمصنف على أنه تراث تاريخي وطني محمي، ويسمى حمام الصالحين أو الحمامات الحرارية فلافيوس. ولا يزال الموقع التاريخي يستخدم حتى اليوم كما كان منذ آلاف السنين، تشتهر بفوائدها العلاجية، ولا تجتذب السكان المحليين فحسب بل السياح من جميع أنحاء العالم أيضا. الهواء النقي للجبال جنبا إلى جنب مع الهندسة المعمارية الرومانية القديمة المتميزة والفضائل العلاجية لمياه الحمامات يجذب ما يقرب من 700 ألف زائر كل عام. من المعروف أن مياه منتجع حمام الصالحين نقية وغنية للغاية بالمعادن، تبلغ درجة حرارة الماء حوالي 70 درجة مئوية، ويعتقد أنه يساعد في علاج الأمراض الروماتيزمية والأمراض الجلدية وكذلك أمراض الجهاز التنفسي. وبطبيعة الحال مثل أي منتجع صحي آخر محترم، يقدم حمام الصالحين علاجات الاسترخاء وحتى جلسات العلاج المائي التي يقدمها أخصائي العلاج الطبيعي العاملون هناك، وهو عبارة عن صحون صخرية عملاقة بعضها دائري والآخر مستطيل تنساب إلى داخلها مياه حرارتها 70 درجة مئوية، وتحيط بها أرضية مبلطة بالحجارة الكبيرة، ويتدفق الماء الساخن في سواقي متصلة ببعضها ما يزيد المكان رونقا وجاذبية. ويشمل مركب حمام الصالحين السياحي عددا كبيرا من الحمامات المغطاة أو الحجرات الساخنة كما تسمى محليا، لكن معظم الزوار يفضلون الأحواض المكشوفة لتوافرها على عناصر المتعة والترفيه. وتغطي المكان خاصة في الشتاء سحابة من البخار المنبعث من الحمامات والسواقي وحتى الوادي الذي تصب فيه المياه المستعملة. ويستند الموقع إلى جبل شامخ بارتفاع 2300 متر تغطيه أشجار الصنوبر الحلبي والزان والبلوط، وتمتد أمامه سهول غنية يرتزق من زراعتها عشرات الآلاف من السكان، كانت منذ القدم سبب تعميرهم تلك المنطقة. وبحسب ما توفر من معلومات في الأرشيف فإن الحمامات كانت تستخدم منذ عهد الرومان، وهم أول من بناها في القرن الأول للميلاد حين زحفوا من سواحل الجزائر إلى الأعماق حيث السهول الخصبة، فوجدوا في تلك المياه الدافئة المتدفقة في شكل ينابيع قوية الفوائد الجسمية والراحة. وبعدها اعتاد عليها الناس حتى صار من بين طقوسهم القيام بزيارات دورية والاغتسال بالماء الساخن، ليس فقط للتداوي البيولوجي ولكن أيضا للراحة النفسية. وربما من ذلك اشتق الحمام اسمه الحالي حمام الصالحين. وقد زار حمام الصالحين عدد كبير من السياح الأجانب ودهشوا وهم يرون الناس تستحم في الهواء الطلق وعلى رؤوسهم يتساقط الثلج وحولهم تتكدس أكوام. وقال أحدهم: أعتقد أنه المكان الوحيد في العالم الذي يمكن أن تسبح فيه ومقياس الحرارة مجمد عند نقطة الصفر دون أن تشعر بالبرد. وقال سائح ألماني: نعرف جيدا الحمامات التركية ذائعة الصيت، لكن ما وجدته في خنشلة خارقا للعادة. لقد شعرت بالخوف وترددت كثيرا قبل أن أقبل دعوة المرافقين لي من الجزائريين للاستحمام في ذلك الجو القارس، لكن بمجرد أن دخلت الماء كان الدفء، وحتى عندما خرجت من الماء بعد نصف ساعة استحمام سرت تحت الثلج إلى غاية حجرة تغيير الملابس على نحو 50 مترا ولم أشعر بالبرد. أمر مدهش. الحكايات عن حمام الصالحين وما جادت به قرائح زواره من أوصاف لا تنتهي، لكن الأكيد أنه من أجمل ما خلق الله على هذه الأرض. فمن سفوح الجبل القريب تتدفق مياه عذبة بدرجة عالية من البرودة في شكل شلالات صغيرة تلتقي في الوادي بمياه ساخنة تنبع من أسفل ذات الجبل لتشفي 37 نوعا من الأمراض بحسب ما اكتشف حتى الآن، من بينها أنواع عديدة من الأمراض الجلدية والعظام والمفاصل
والصداع المزمن وما إليها. ويبقى تاريخ حمام الصالحين مرتبط أشد الارتباط بتاريخ مدينة خنشلة، وتاريخهما معا مرتبط بالطبيعة الخلابة التي تحيط بهما، حتى أن سكان المدينة وضواحيها يقولون: من زار خنشلة ولم يزر حمام الصالحين فكأنه ما زارها.